عائلة العبيدي عائلة معروفة، عائلة كريمة في الزلفي، استوطنوا الزلفي مدة كبيرة. هذا حسب ما ذكر المؤلف اللي كتب عن شعراء من الزلفي، يقول أن عائلة العبيدي استوطنوا الزلفي مدة طويلة، ونزح منهم قسم راحوا لجهة الحسا، وناس راحوا جهة الكويت، ولكن آل عبيدي غالبيتهم شعراء، ونشر لهم كثير من القصائد اللي لها مناسبات في الجزء الأول وفي الجزء الثاني من شعراء الزلفي. منهم على سبيل المثال الشاعرة موضي العبيدي. هذه موضي العبيدي انزحت هي ويا زوجها وعيالها 2 راحوا للكويت، وعقب ما طبوا الكويت وقعدوا لهم مدة الكبير من عيالها، الكبير منهم اسمه عبد العزيز. عبد العزيز هذا راح يعني دور سبل عيشه، يعني اشتغل في التجارة ما توفق، اشتغل في البناء، اشتغل. الحاصل انه في عام 1312 ركب الغوص، هو ركب الغوص مع اللي يركبون الغوص ولا توفقوا، توفى في الغوص، مات بالغرق في عام 1312. وعقب فترة ولدها الثاني محمد عقبه تقريبا ب6 سنين بعد فقدته، وتوفى في حرب الصريف توفى. وهي كانت من أول تعد وتمد لها العيال. يبدو أن أبوهم كان شايب كبير وكذا، لكن العيال عبد العزيز ومحمد كانت تعد لهم، خاصة عبد العزيز شاب كبير ونشيط ومتعافي، وركب الغوص معهم، وكانت تعد وتمد يعني متى نحصل خير، ومتى إن شاء الله أفرح بزواج ولدي عبد العزيز، تفرح له بالزواج. وكل ما راحت في مناسبة ولا عند أحد ولا شيء وشافت مثلا بنت جميلة، حاولت أنها تخطبها له وتحط العين عليها، ولكن توفى الله يغفر له ويرحمه، مات في الغرق. وتأثرت بالحيل أثر عظيم الأم اللي أفقدت ولدها، فتسند على أحد الأقارب وقالت قصيدة هي ترثي ولدها عبد العزيز في اللي توفى في الغوص. والقصيدة الحقيقة مؤثرة تقول فيها: يا أبو سعد عزيل من ضاعة رياه، تسند على واحد من أقاربها اسمه أبو سعد، وتقول: يا أبو سعد عزيل من ضاعة رياه، قلبه حزين ودمع عينه يهلي، يسهر طوال الليل والنوم ما جاه، في مرقده سنه بنار يملي، على حبيب سمت الحال فرقاه، الطيب اللي بالقرايب يهلي. هذه من صفاته الكرم، الطيب اللي بالقرايب يهلي، مدري درادير أزرق الموج وداه. درادير أزرق الموج أنا سألت عنها وش معنى الدرادير، قالوا هذه أمواج تصير في البحر تحت، إلى راح مثلا الغواص نزل تأخذه الدرادير هذه وتنسفه على محل ما يبيه، مثلا غصب يأخذه الموج. فتقول: مدري درادير أزرق الموج وداه، ولا كلاه الحوت واكبر غلي، يا ليتني طبيت بالهير وياه. الهير وسط البحر أو وسط الغبة، يا ليتني طبيت بالهير وياه، موج البحر فوقي وفوقه يزلي، ليتي تقاسمت الغرابيل وياه، نصيف تنحقه وانا نصفه اللي، ليتي حضرته يوم زربت مناياه، يعني يوم جت الوفاة، ليتي حضرته يوم زربت مناياه، ما كان يا مشكاي بالهير خلي، ويوسف خطف بشراع وقفه او خلاه. يوسف هذا هو النوخ هذا اللي هم راسبين معه. يقول يوسف وش عليه من ولدي؟ جاب بشراع سريع اخطف على شراع وجاء وخلاه. ويوسف خطف بشراع وقفه وخلاه، يعني ما انقذه، وانا موصيته على جبر تلي، قبل يروح موصيته قالت نحرص على ولدي ترى غشيم، لكن ما فادت الوصايا. يوسف خطف بشراع وقفه وخلاه، وانا موصيته على جبر تلي، الله يسود وجه يوسف وجزواه، ما شاف دمع من نظيري يهلي، جتني هدومه
بعد فرق بعد فقده مطواه، جاب لها بس هدومه، جتني هدومه بعد فقده مطواه، لا وفق الله نوخذ جاب هلي، ليته ورا سيلان. تقول ليته يذكر بعيد وهو حي ويجي، ليته ورا سيلان والهند مرباه وارجيه يرجي، ليته ورا سيلان والهند مرباه وارجي يجيبه لي سفين معلي، البندق اللي عندنا لهم خباه. هذه طبعا عرفتوها وش البندق، البندق اللي عندنا لهم خباه، نقالها بعده لعله يولي، وصلاة ربي عد ما حل طرياه، واعداد ما سر القلم بس سجلي. يوم تقول البندق اللي عندنا لهم خباه، خاطبت له مرة ومتجهزه على انه ان شاء الله اذا جاء عقب العرس عقب الغوص يصير زواجه، لكن المنية صارت اسرع وتوفى، الله يخلف عليه شبابه.